مهم جدا، يعني لازم لما نيجي نفكر في بروجراماتيك اس هي يو مكسوره هو أصلاً، حاجه فاهم؟ يعني استراتيجي او تاكتيك او هي بروسيس مكسوره، او يعني مظبوط او كده. ميثودولوجي، طريقه بنستخدمها ان احنا نجنريت عدد أنزل كبير على من الأرض بقى. البيجز والكونتنت. بس اهم حاجه هي الهاي كواليتي، اهم حاجه الجوده. لو الجوده مش حلوه انت هتضر الموقع اكتر ما هتفيده فعليا. يعني ممكن تحصل تلاقي جامب صغيره كده، وبعد الجامب دي تلاقي نازله حلوه، ممكن تنزل حاجات كمان كانت اورجانيك، كانت مانيوال معموله. ليه؟ لان بتعتمد على حسب حجم البيجز. تمام. فهنخلينا موف اون. ايه الفوائد بتاعته؟ الفوائد بتاعته اول حاجه الافشنسي والسكيل، ان انت تقدر تعمل فعليا الاف البيجات. والحمد لله انا عملت الاف البيجات بسرعه، وجربت يعني ده بنفسي واشتغلت ده بنفسي بالاف البيجات. والاف البيجات ديت هتواجه تحديات تانية هتكلم فيها عشان تخليها اصلا دي اندكس، ده قصه لوحدها. بس الاف البيجات دي اول ما هتعدي بس من الفلتر بتاع الاندكسنج وان هي تعمل لها اندكس، لو كل واحده جالها كليك واحده فانت الترافيك عندك شوف زاد ازاي. ارقام. يعني لو طلعت مثلا 5000 بيج، فانت في خلال حتى الفتره حد مين هنا يعرف الجوجل دانس؟ الجوجل دانس او رقص الجوجل. تمام. هي حاجه زي كده، بس للناس اللي ما تعرفش او الناس اللي شغاله في الاس او لازم تبقوا عارفين ديت. اي بيج جديده انت بتعمل لها ببلش، حتى لو بيج مانيوال، حتى لو بيج مكتوبه، البيج دي في خلال اول اسبوعين ما بتثبتش على بوزيشن واحد. دي بتبقى في حاجه اسمها جوجل دانس. هي جوجل نفسها بتعمل لها تيست، مره تطلعها بوزيشن 2، مره تطلعها بوزيشن 1، مره تطلعها بوزيشن 50، مره تطلعها بوزيشن مره تطلعها. جوجل عماله تجرب البيج فين علشان تشوف الكواليتي بتاعتها، وتشوف السي تي ار، وتشوف كل الميتريكس اللي ليها علاقه بالرانكينج، وتخلي. وبعد ما الفتره ديت بتبقى من اسبوع لاسبوعين مش ثابته، ممكن احيانا توصل لشهر. يعني في فيري كومباتيتيف نيتشز لا انت ممكن توصل 3 اسابيع شهر انت ستيل في دانس. لو الموقع بتاعك الاثوريتي بتاعته عاليه قوي واتس فيري جود براند وجوجل عارفاه وفي يعني تراست فاكتورز كبيره جدا فيه، الجوجل دانس وقتها بيقل لان ده بيساعد. يعني فعليا وقتها بيقل. في الناس اللي اشتغلت حتى في الاخبار وكده، في ناس عارفه ان انا ممكن ابلش البيج في خلال ساعه هي بتطلع بوزيشن 2 او 3. لان انا موقع زي حاجه زي اليوم السابع كده. اليوم السابع ده اول ما بيبلش بيج او 10 دقايق يعني 10 دقائق فعليا، اقل من نص ساعه. يعني فعليا انت بتكون طالع في بوزيشن في التوب 3، انت بتنافس. فهنا البروجراماتيك اس او في فاكتور بالتاثير بيأثر على جوجل دانس هنا، ان انت عدد البيجات كبير فلازم تراعي دوت. حاجه ثانيه ان انت في كوست بير بيج. كوست بير بيج بالبروجراماتيك اس او تكلفتها بتقل. ليه؟ لان انت مش هقول ان انت ما بتعتمدش على الكونتنت رايترز، الهيومن كونتنت رايتر بشكل كامل، انت بتعتمد عليهم بس في مرحله ما. يعني بس تكلفتهم بيقل. بدل ما هو بيكتب البيج كلها من اولها، هو هيبقى دوره ان هو فاكت تشيكينج، ريفيوينج، انهانسنج الكواليتي بتاعت البيج في الاخر. ده في اخر حاجه قبل الببلش. بدل ما هو بيبدا البروسيس من الاول، لا هي بتبقى في الاخر خالص قبل الببلش، ومراجعه الداتا ويعمل ريفيو على الداتا نفسها ويتاكد ان الداتا تمام والتمبلز نفسها.